حياتنا خطوات، في كل خطوة مراحل ومحطات بندرس فيها ونتعلم ونطلع أجمل ما فينا من إبداعات، وإبداعاتنا هي شخصيتنا اللي بتبان دايما في مهنتنا. أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة ومهنتي غيرتني. ضيفنا النهارده في مهنتي غيرتني خريج كليه تجاره، لكن الدنيا ودته وجابته في اماكن كتيره جدا. بيدرس وبيتعلم طول ما الحياه شغاله، بيروح من مهنه لمهنه ومن تجاره لتجاره، وحتى الاعلام ما سلمش منه، راح للاعلام واشتغل كمان كمقدم برامج. كتير جدا من المواهب طلعت وقدمت نفسها واثبتت نفسها على الساحه، لكن ايه اللي وداه من هنا لهنا وازاي غير مهنته وليه السبب ده؟ كل ده هنعرفه من خلال لقائنا النهارده في مهنتي غيرتني مع الاستاذ محمود الشاعر، مقدم برامج وايضا تاجر لاكثر من مهنه، وكمان ايضا موظف في احدى شركات الاتصالات. اهلا بحضرتك معانا يا اهلا فندم. بك يا دكتوره هبه، انا سعيد بلقائي مع حضرتك. اهلا وسهلا بك. ومقدمه جميله جدا من حضرتك. اهلا وسهلا بيك. واتمنى نتعرف. في الاساس خريج كليه تجاره، بالظبط، ايه اللي مظبوط. ودانا التجاره في الاساس؟ هو كليه التجاره انا كنت في الاول يعني فاهم ان الموضوع هيبقى ليه علاقه بالتجاره اكتر قبل ما اخش الكليه، بس يعني انا ما كنتش محددها في الاول، بس تمام. هي الكليه طبعا انا دخلتها بناء برضو على مجموعي. تمام. مهم. طبعا ما بنخش ندرس بيبقى الدراسه غير الواقع، يعني الواحد بيبقى دماغه اصلا تجاريه اكتر. يعني تمام. انا كنت قبل. بتمارس التجاره قبل الكليه، يعني من وانت طبعا. في ثانوي او كده كنت بتمارس التجاره؟ طبعا يعني اه. انا بدات كشغل في الاول خالص من مم. وانا لسه بتعلم او انا لسه بدرس. كنت بشتغل كتاجر سيارات مم. مع اخ ليا. تمام. تمام. والموضوع في الاول كنت واخده كهوايه، مش عشان المكسب مادي بس، يعني مهم. الموضوع كان هوايه في الاول. احنا كشباب كنا بنحب نغير دايما العربيه بتاعتنا، نجيب حاجه شكلها احسن فتجيب عربية وتركبها شوية وبعدين وابيعها تبيعها وتتاجر وهكذا. وتظبطها وتجيب عربية أحسن وهكذا. بالظبط، تمام. فابتدى الموضوع يجي من الحته ديت ان انا اصلا غاوي السيارات، فانا بدات ان انا اغير عربيه في التانيه في التالته، قلت طب ما انا اخد الموضوع امم. كبزنس بقى، تمام. فبدات ان انا ادخل في موضوع تجاره السيارات. واستمريت فيه يعني فتره كبيره جدا لحد تقريبا ما خلصت الجامعه. ليه ما كملناش في تجارة السيارات؟ هو كان الموضوع في الاول يتعلق كان زمان البيع والشراء كان سهل، يعني كان تمام. زمان الاسعار حتى الخاصه بالسيارات كان مثلا بنتاجر في افريج مثلا 70 80 الف جنيه. اه. فكانت العربيه تقدري تشتريها وتبيعها تاني. حدث في احد الاوقات في 2016 على ما امم. افتكر، كان في تعويم للجنيه، امم. فاسعار السيارات شدت شويه. ارتفعت شوية. فبقيت ان انت تشتري نفس العربيه بس مثلا ب 140 بدل ب 70. امم. برضو استمرينا في الشغل وما قلناش لا زادت ونكمل. تاني كل نقدر ما نقول رأس المال بقى كبير قوي انك تحطه في بالظبط. عربية واحدة. بالظبط، تمام. فابتدينا ان احنا يعني نستعمل رأس مال كبير امم. عشان نكسب مكسب محدود او قليل. تمام. وفي نفس الوقت الموضوع مع الوقت بقى صعب، يعني امم. موضوع تجارة السيارات بقى صعب جدا. بقى صعب من ناحية ان الاسعار الزيرو نازلة غالية، فبالتالي المستعمل بيغلى. وكمان والناس الحاجات. اتجهت بشكل كبير قوي للتقسيط كمان اعتقد، فده التقسيط. كمان وقف شويه سوق البيع بالظبط. والشراء وما زال موضوع التقسيط لحد يومنا تمام. هذا يعني ماشي مستمر زي ما هو، بس طبعا مش اي حد النهارده بيقسط، يعني النهارده اللي بيقسط بيبقى واخدها برضو كبزنس، يعني طبعا. بيقسط عشان يجيب عربيه يشتغل بيها او تمام. كده. تمام. اتخرجت من كليه تجاره، كنت في الوقت ده سبت خلاص تجاره السيارات، مظبوط. تركتها، لكن ما تخليتش عن التجاره. برضو رحت اتجهت في تجاره اخرى. رحت لتجاره اخرى، بالظبط. مع انه اللي بيجرب حاجه وبيلاقيها ما نجحتش بعد مرور وقت بيقول لا انا مش هتاجر تاني، لكن انت اصريت على ان انا ابقى تاجر ان انت برضو. تبقى تاجر. هو الرسول عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه قال والسلام. ان 9 اعشار الرزق الرزق في في التجاره. التجاره. فانا بالتالي بنصح اي حد او اي طالب لسه بيدرس في ثانويه عامه او لسه في اولى جامعه تانية جامعه، ان انت تستثمر برضو في نفسك وفي نفس الوقت انت حاول تجيب شغل حر يكون ليك تجيب منه مصدر دخل. تمام. طبعا ما يعتمدش على الاهل بس، يعني احنا كلنا بنعتمد على اهالينا، طبعا ربنا يخليهم طبعا لينا ربنا كلنا. يخليهم لك. بس الفكره برضو ان هو يطلع يعتمد على نفسه، في ان هو يبدا يتجه في بيزنس خاص بيه، يقدر ان هو بعد كده يعني earn your living، اللي انت تقدر تكسب معيشتك من البيزنس ده. تمام. حتى فيما بعد ما تخلص شغلك. وربنا يكرم طبعا الناس كلها. اكيد. فابتديت ان انا اتجه لاتجاه اخر خالص، ان انا اتاجر في النظارات والساعات. دي كان تجارة غريبة شوية النظارات والساعات، لأنه برضو صح. يعني مش منتشرة
منتشره بشكل كبير، يعني احنا دايما مظبوط. بنشوف محلات بعينها هي اللي بتبيع النضارات، يعني معروفة أساميها ببراندات. تمام اه. مظبوط. او الزبون بيبقى متجه عليها، عليها على عارف طول عارف ان هو رايح المحل الفلاني عشان هيشتري. يجيب الساعة النضارة الفلانية، بالظبط. أو هيروح للمحل الفلاني عشان يجيب الساعة الفلانية. بالظبط. إيه فيما بس عدا ذلك بتبقى حاجات بقى لا إما ممكن حاجات مقلدة أو تقليد. حاجات صيني بقى والكلام ده. بالظبط. مم. هو النهارده دولة الصين طبعا ما خلتش حاجة غير لما طبعا. قلدتها، سواء في مم. العربيات، في في كل النظارات، في حاجة. اللبس، في كل حاجة. مم. النهارده بقى يديلك منتج هو نفسنا المنتج بتاع جودة الأوريجينال، تمام. أو يكاد يكون. الماركة العالمية اللي موجودة. بالظبط. تمام. هو مش فكرة ان هو بياخد اسم البراند بس، لا هو كمان بيجيب الكواليتي بتاعت الأوريجينال، تمام. وبيجيب برضو نفس الخواص الحماية اللي بتبقى في العدسة. فهو ما بقاش في فرق ما بين حاجة اسمها اوريجينال مم. وفيرست كوبي او سيمي اوريجينال. مم. تمام. بقى الزبون اللي بيلبس اوريجينال بقى يتجه للفيرست كوبي، مم. لان هو بيبقى خلاص شاف ان في فرق سعر، فاريانس كبير كبير. جدا. مم. طبعا بيبقى انا مش عايز ادي اسعار تفصيليه، مم. بس يعني انا هقول رينج مثلا، يعني الاسعار بتعدي 6 7000 جنيه في الاوريجينال مثلا. تمام. النهارده في الفيرست كوبي لا، هو متوسط السعر مثلا 800 700. تمام. ده بيبقى نفس الجودة بنفس كل حاجة، فطبعا ممكن بدل ما يشتري واحدة بس كأوريجينال يروح يشتري 5 6 كفيرست كوبي أو كده. تمام. فأنت اتجهت للتجارة دي. بالظبط. هي تمام. بالنسبة لبعض الناس مم. النضارات، في ناس من بعيد كده تقول لك ايه ده، إيه يعني ايه هلبس نضارة وساعة، ده الموضوع عادي يعني. مم. لا، في ناس تانية بالنسبة لها النضارة زي الأكل والشرب بالظبط. بالظبط، مهمة جدا، جدا. مكملة للشكل العام بتاعه. مش كشكل كمان، هو تمام. ما يقدرش يمشي كده في الشمس غير مم. لما يبقى لابس نضارة تمام. يعني. اتجاهك ليها تجيه بناء على ايه؟ يعني اتجاهك ان انت يعني الموضوع بدأ تمتهن يعني من سيارات، من حاجة كبيرة قوي بالظبط. بفاليو كبير بالظبط. لحاجات حاجة. مكملة. بالظبط. يعني النقلة دي جت ازاي؟ هي النقلة دي جت في الأول، إن أنا كنت يعني في البداية بحاول أجرب كذا بيزنس تاني، مم. حتى غير السيارات. فأي بيزنس تاني هو محتاج مكان. تمام. خلينا نتفق ان اي بيزنس الواحد طبعا. بينشئه مم. لازم محتاج مكان ثابت الناس عارفاه، بتعرف توصل له مم. وتعرف تتعامل في المكان ده. بناء عليه. بناء عليه انا ابتديت اتجه على حاجه تقدر تتباع او تتسوق عن طريق الانترنت. كان في التسويق الالكتروني في الاول كان معتمد على الملابس، وفي مجالات كتير جدا في موضوع البيع على الانترنت. مم. بس انا اخترت مجال النظارات بالاخص، لان فعلا لقيت ان في ناس بتتجه تخش تجيب نظارات كاوريجينال باسعار وفي الاخر بتطلع كبيره، كوبي، ما بتطلعش ما بتطلعش بالظبط. اوريجينال. تمام. ويجي ويوريهاني يقول لي اتفضل، يعني يشوف خامتها، اقول له لا دي زيها عندي، اتفضل اهي، دي بفرق تمام. سعر كبير. فابتدى ان انا كان في الاول بجيب قطع صغيره باذواق تناسب جميع الاعمار والسن، سواء مثلا تمام. وابتدت التجاره على الانترنت، على يعني كان اسهل. التجاره الالكترونيه، ودي فتحت لك مجالات كتيره قوي. ده اسهل طبعا. طبعا. وانا بنصح اي حد برضو، دي نصيحه بقدمها من خلال البرنامج، ان انت تقدر تسوق اي حاجه مع الانترنت، مش وطبعا هيكلفك الدوله حاجه. نظمت التجاره على الانترنت، فده كمان سهل كتير قوي لناس طبعا. كتير قوي طبعا. الموضوع. طب تعالى نروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل اكيد. نستكمل كلامنا. يعني ايه اللي دخل بقى الاعلام، وايه وفي نفس الوقت انت يعني ما بعدتش عن العمل الثابت او ليا الاساسي. شغل ثابت. تمام. بالظبط. تعالى نروح لفاصل ونرجع نستكمل ان شاء الله. حوارنا مع الزميل بقى محمود الشاعر. امتهانك لمهنه دائمه، ان انت وليه السبب؟ يعني انت خلاص بتشتغل في التجاره، والتجاره الحمد لله ماشيه، ونقلت من تجاره لتجاره اخرى، ليه تعينت في احدى شركات الاتصالات؟ طيب احنا في البداية لازم يبقى لنا شغل ثابت. لازم يبقى الواحد مقتنع بحاجة زي كده، حتى لو هيضر له دخل مش كبير. تمام. الشغل الثابت هو برضو يعني يعتبر زي كارير او مهنه ليك في المجتمع. لكن انت لما اخترت الشغل الثابت اخترته في مجال بعيد عن التجاره برضو، عن بالظبط. كليه التجاره، عن تخرجك من الكليه الاساسيه اللي انت درست فيها وضيعت فيها 4 سنين من حياتك. بالظبط. ليه برضو؟ ليه ما فكرتش انك تتجه لبنك، لشركه في مجال تخصصك؟ لا، هو احنا حاولنا طبعا. هو الواحد بيحاول ان هو يخش في مجالات، او يعني يعتبر يشتغل في احسن مكان موجود. بس طبعا الدنيا بتوديه في مجال هو ممكن مش مختاره، بس بيحاول ينجح فيه. تمام. يعني مثلا ممكن يروح يشتغل في احدى الشركات، يقعد فيها وقت من الزمن، يترقى يبقى مدير، مرتبه يزيد.
مش شيء مهم ان انا الاقي نفسي في الشغلانه اللي انا هشتغلها مم. ايا كانت هي ايه؟ يعني انت بتقول انه مهم قوي انك بتشتغل في التجاره، وكمان لازم يبقى ليك مهنه شغل ثابته ثابت، اه تدري لك دخل ثابت، عشان التجاره دي رايحه وجايه، ما حدش بالظبط، عارف مش حاجه ثابته. هتشتغل ازاي. لكن ما فكرتش ان انت تبقى المهنه دي اللي انت الثابته بالنسبه لك تكون حاجه ترضيك انت من جوه، ولا انت لقيت نفسك لا فيها؟ هو انا الواحد بطبعه، احنا مش مم. هنقول احنا طماعين طبعا، لا تمام. احنا الواحد بطبعه بيحاول يبقى في احسن مستوى. تمام. خلينا نتفق كلنا ان احنا بنحاول نعمل ابجريد للحياه بتاعتنا. طبعا. انا نفسي السنه الجايه مثلا احاول شويه اغير عربيتي، مم. احاول شويه اجيب لبس احسن، مم. يبقى مثلا عندنا ابنائنا عايزين ندخلهم مدرسه احسن، طبعا. فالواحد مضطر ان هو يخش في مجالات تضر له اكتر من دخل. يعني مهم. احنا في الفتره دي يعني الواحد بيحاول يتجه لاكتر من مجال. يعني تمام. ده خلاني حتى اروح في مجال تاني، في مم. مجال رابع بقى، تمام. ان انا بدات يعني اشتغل كمقدم برامج. تمام. احنا عايزين الاول النقطه بتاعت شركه الاتصالات، لقيت تمام. نفسك فيها؟ يعني انت لما اشتغلتها انت دخلت اه التجربه طبعا، اه قلت انا طبعا. عايزه اشتغل شغل ثابت وخلاص، انا لقيت نفسي لكن فيها لان انا مم. ابتديت اتعامل مع الناس اكتر. على فكره موضوع التعامل مع الناس هو حاجه جميله جدا. مم. انت بتكتسب خبرات، يعني انت تمام. كل ما تتعامل مع الناس تكتسب خبرات، وفي نفس الوقت بتكون شبكه علاقات ليك. مم. يعني العلاقات دي ممكن في وقت من الاوقات توديك في مكان تاني. تمام. يعني اقصد الموضوع ايه، وين وين سيتويشن. انت ممكن تبقى بتتعرف على ناس او كده، المينتاليتي او العقليه بتاعتك تؤهلك ان انت تشتغل معاك في وقت من الاوقات، و- او ينقلك لشغل تاني او كده. تمام. تعاملك مع الناس سواء في التجاره او حتى في مهنتك الثابته في شركه الاتصالات اهلتك ان انت تتعامل مع الناس بشكل اقوى واقوى في الاعلام. بالظبط. مظبوط. بالظبط. جت فكره ان انت هتبقى مقدم برامج ازاي؟ طيب انا كنت في البدايه، مم. انا المدام عندي شغاله برضو مذيعه مم. في احدى القنوات. تمام. تمام. انا كنت في البدايه بقالي مثلا معاها حوالي 3 سنين وشويه. مم. بعمل لها اللي هو ايه، بنجهز الحلقه، بنجهز سكريبت، بنعمل يعني بنجهز كل حاجه في الحلقه لحد ما تطلع للمشاهد بطريقه منمقه تمام. ومنسقه، وتكون على احسن ما يكون، عشان احنا في الاول وفي الاخر يهمنا ان احنا ندي محتوى مم. مفيد، مش محتوى زي اللي بنشوفه اليومين دول، حاجه تجيب مشاهدات وخلاص. لا احنا تمام. بندي محتوى المشاهد يبقى قاعد بيتفرج علينا، بيبقى ايه، قاعد مستفيد من فانت الحلقه. في البدايه كنت بتساعدها؟ كنت في البدايه مم. بساعدها في شغلها. انا كنت زي الجندي الخفي كده، اللي مم. هو ايه، انا بعمل كل حاجه بس مش ظاهر قدام الناس. تمام. فجت في وقت من الاوقات هي الحت عليا ان انا ابقى مقدم معاها في البرنامج، مم. لان في مجالات معينه هي برضو مش يعني مثلا واحد جاي عايز يتكلم في بيزنس معين هي مش على درايه بيه قوي، مم. فتقول لي طب يا محمود اطلع انت الحلقه دي او كمل انت في الحلقه دي، فاقول لها طب ماشي. مم. اكيد آه، عشان تبقى مقدم برامج بيبقى فيه اختبارات او بيبقى فيه شيء، بالظبط. ولا بتبقى لا ازاي؟ بيبقى طبعا في يعني لازم يبقى ليك داتا، مم. وطبعا عشان تنتقل من قناه لتانيه لتالته او كده، الفكره كلها ان انت لازم تبقى مؤهل لده، مم. وبيشوفوا الداتا بتاعتك وبيشوفوا انت عملت ايه وقدمت ايه، وبناء عليه انت بتقدر تخش المجال ده. بس تمام. برضو المجال مش سهل، هو مجال صعب جدا. اكيد. لازم يبقى فيه حضور ذهني، لازم مم. اللي داخل يقدم برنامج يبقى عارف يسيطر على الحلقه كلها، مم. يقطع امتى على الضيف، زي ما حضرتك عارفه طبعا. تمام. طيب فكره ان انت تتعامل مع الجمهور من خلال فيس تو فيس زي ما بنقول، او مقابله مباشره شيء، وان انت تتعامل مع الجمهور من خلال الشاشه، كاميرا ومن اه خلال الشاشه، ده موضوع تاني خالص. مظبوط. في ناس بيجي لهم بانيك لما بيقعدوا قدام الكاميرا وما بيبقوش عارفين يتكلموا او مش عارفين يقولوا ممكن كلامه يقف، ايه، او كلام يقف حصلت او معانا في يتلجلج احدى او الحلقات. او او انت غلبت على ده ازاي؟ هو في البدايه يعني انا بالنسبه لي الموضوع ما كانش صعب، لان امم. انا بطبيعتي اتعاملت مع ناس كتير، او تمام. طبيعه شخصيه التاجر بمعنى اصح. التاجر ما بيبقاش عنده رهبه اللي هو التعامل مع الناس، امم. فبالتالي لما بيخش قدام الكاميرات او كده هو برضو بيبقى عنده حته الحضور. امم. يعني انا لما دخلت جربت الموضوع في الاول، كنت شايل اهم حاجات كتير جدا، بس لما اندمجت مع الضيف اللي قاعد قدامي خلاص انا نسيت موضوع الكاميرات خالص. فهو تمام. البدايه فعلا كانت يعني ايه، الواحد بيبقى قاعد بيفكر كتير انا هقدم ازاي، طب الحلقه هتبقى وحشه، الحلقه تبقى حلوه. امم. فالحمد لله يعني ربنا وفقني وقدرت ان انا يعني اعمل كذا حلقه، وكانت حلقات قويه، يعني عملنا امم. حلقات كويسه جدا داخل مدينه الانتاج. تمام. تخصص ايه، ولا انت بتقدم مجموعة من الاعمال يعني لا هو البرنامج بيبقى فني اجتماعي، يعني تمام. مثلا اللي عنده موهبة مثلا بنقدر نقدمه بطريقة منسقة. مهم. كان آخر حد جه معانا كان قارئ للقرآن الكريم. تمام. حلو قوي. ابتديت ان انا مثلا اجتهدت معاه جدا، تعبنا جدا، عملنا حلقة قوية، عملت مشاهدات قوية جدا.
ان احنا بدأنا نخرج بره المألوف. يعني اي حد بيفتح التلفزيون بيشوف حد بيقرأ قرآن كريم، خلاص هو زيه زي اي برنامج. تمام. لا، ابتدينا ندخل فكرة جديدة، ان هو ابتدى يقلد اصوات لبعض قارئي القرآن الكريم. يعني جات لي فكرة، هو بالمناسبة يعني الأهم في البرنامج ما هو إلا تحضير وسكريبت، تمام؟ طبعا. إن أنا أبدأ أحضر البرنامج كويس جدا، بحيث إن أنا أخرج بره المألوف. يعني أنا خرجت بره المألوف إزاي؟ إن أنا مثلا اديته فكرة إن هو يقلد بعض قارئي القرآن الكريم، ويقلد صوت أذان الحرم المكي وبعض من الحاجات الغير مألوفة. فطبعا الناس بتحب ده، الناس بتبدأ تشوف الحلقة بقى. مثلا بتعتمد على مشاهدة القناة، ولا بتعتمد على مشاهدتها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والويب سايت وغيره؟ نتكلم بصراحة، وسائل التواصل الاجتماعي النهاردة يعني هي اللي مسيطرة على الموضوع. بالظبط. نرجع لنقطة تانية كده بسيطة. النهاردة الناس كلها قاعدة على الموبايل. يعني أنا حتى في موضوع تجارتي، لما هعمل فلاش باك كده نرجع لنقطة قبلها، كنت اخترت التجارة الإلكترونية لأن الناس قاعدة على الموبايل. يعني تمام. الناس بتبقى قاعدة على الموبايل طول اليوم. اعتقد النهارده في ناس لما بتفكر ان هي عشان تعمل مشاهدات كتيره وعشان تتعرف وعشان كده تعمل ترند، تفرقع زي ما بيقولوا، ايا كان المحتوى ايه اللي بتقدمه. ويمكن كتير قوي اتكلمنا في الموضوع ده وقلنا ان في البعض للاسف ممكن يخالف القانون علشان يبقى ترند، او يعمل حاجه ضد الاعراف والتقاليد عشان يبقى ترند. قدامنا كتير جدا ان احنا نعمل حاجه نطلع بيها ترند، بس ده يختلف مع المبادئ والقيم اللي احنا اتربينا عليها. انا اتفق على ده. الميثاق الاعلامي موضوع مختلف بالظبط. يعني ممكن يبقى في اتفاق ما بين الناس اللي طالعه تعمل الحلقه، انا هعمل كذا في الدقيقه الفلانيه عشان نطلع ترند، عشان نعمل نسبه مشاهده. انا مثلا هحرج الضيف او هحرج مش عارف ايه، او ينسحب عن الهواء، فعشان اطلع بس اعمل نسبه مشاهده. تمام. طبعا يعني الموضوع في الاول انا شايفه مش لذيذ خالص، ان انت تبقى يعني خلاص انت طلعت بقى وهتمشي ازاي وسط اهلك واصحابك ومعارفك ان انت اتطردت على الهواء. طب او مش اي حد عارف ان انت قاصد تعمل ده عشان تطلع ترند. طبعا اكيد. ازاي بتقدر توفق ما بين كل هذه الاعمال في وقت واحد؟ ده اللي هنعرفه لكن بعد الفاصل. تمام. بدأ ابن مصر. هنا صدقت حلمي وبدأت، قالوا عني زمان موهوم بيضيع وقت، لا يوم سلمت ولا استسلمت، ووقعت وقمت وامبارح غير دلوقت. هنا قلبي من جوا ده اللي بيديني القوة، في طريقي مشيت واديني ثبت. من هنا قررت بعد ما فكرت امشي عالصعب، وعرفت انا لما كبرت ان اللي تفكر في ازمة كان خوفك منه ملوش لازمة، واديك عالصعب قدرت. واللي زمان ضحكوا عليك شوفهم دلوقتي بيداروك صفهم، وهو راهنوا عليك تخسروا كسبت. انا ابن مصر، انا ضد الكسر، انا رافع راسي تملي لفوق طول العمر. انا ابن مصر قلبي نسر، ما اقدرش اعيش ابدا يوم غير وانا حر. شفت يا زمان ومواقف ملهاش عد، بس الصدمات بتقوي ومش بتهد. شفت يا زمان ومواقف ملهاش عد، بس الصدمات بتقوي ومش بتهد. انا عندي ثقة بالنفس ومناعة ضد اليأس. انا ابن مصر، انا ضد الكسر، انا رافع راسي تملي لفوق طول العمر. انا ابن مصر، انا ابن مصر قلبي نسر، ما اقدرش اعيش ابدا يوم. انا ابن مصر، انا ضد الكسر، انا ضد الكسر، انا رافع راسي تملي لفوق طول العمر. انا ابن مصر قلبي نسر، ما اقدرش اعيش ابدا يوم غير وانا حر.
مرة تانية، وكان سؤالي قبل الفاصل انه ازاي بتقدر توفق ما بين كل هذه الاعمال، ولا تخليت عن حاجة منهم في مقابل الاخر؟ بص هقول لك على حاجه. هو اتكلم بصراحه، هو الواحد طبعا. بيبقى مشتت. امم. بيبقى مشتت بمعنى ممكن يبقى قاعد في شغله الاساسي بس دماغه مش في الشغل، هو دماغه في حاجات تانية. بتفكر في فكرة البرنامج للحلقة بالظبط. مثلا. ممكن ببقى قاعد مثلا في البيت وسط مثلا اسرتي او حاجه، بس دماغي في الشغل. يعني الواحد برضو ما بيعرفش يفصل قوي. تمام. يعني احنا برضو مفروض الانسان الطبيعي ان هو بيبقى ليه عدد ساعات نوم معينه. انا ممكن مثلا بنام في اليوم 5-6 ساعات، تمام. مش اكتر من كده. يعني انت نجاحك في كل هذه الاعمال جاي على حساب صحتك او على بالظبط. حسابك انت، بالظبط. لكن انت لاقي نفسك فيها. يعني انا الحمد لله انا مش متضايق من ده، انا مبسوط من ده، لان ده بيترجم في الاخر على البيت اللي احنا فاتحينه، او بنتي او كده، او المدام عندي. تمام. في ان احنا نبدا نشوفهم سعداء من خلال اللي احنا بنشتغل ونجتهد فيه. تمام. سعادة اللي حوالينا شيء مهم جدا، لكن سعادتي انا الشخصية اعتقد بتبقى اهم، لان أنا لو انا سعيد هسعد اللي حواليا. صح. سعادتك بتيجي في اي عمل منهم اكتر، لانه الحقيقة احنا ممكن نعمل اعمال كثيرة جدا عشان دخلنا يبقى اكبر. لكن اكيد انا نفسي لو جالي حاجة معينة في عمل منهم معين ممكن اترك الباقي، ولا ده مش عندك؟ ده فعلا انا يعني متبعه، ان انا يعني في وظيفة معينة منهم انا حاطط عيني عليها ان انا اكمل فيها، بس مش هقدر اقولها. طبعا الاعلام انا متخيله هي المغريه جدا. هي اكيد حضرتك عارفه. يعني موضوع الاعلام طبعا انا بالنسبه لي شايف نفسي فيه اكتر، وابتديت ان انا اتجه ان انا يعني اعمل حلقات قويه، ما اعملش حلقات عاديه. طيب انت قلت لي ان انت في البدايه انت كنت بتساعد مراتك، بالظبط. وبعدين انت دخلت شريك معاها، وبعدين النهارده انت شايف نفسك ان انت ممكن تكمل انت. ده ما خلقش، انا اسفه، نوع من انواع الغيره شويه او بعض المشاكل داخل البيت؟ هو ده الناس اللي هم معارفنا واصحابنا ابتدوا يقولوا ده للمذيعه اللي هي مروه احمد اللي هي مراتي. قالوا لها ده مثلا بياخد منك الاضواء، ده بياخد منك الكلام، مش عارف ايه. هو طبعا ما فيش حاجه اسمها كده. احنا طبعا بنبقى داخلين الحلقه متفقين ايه اللي هيتقال او كده، بس طبعا في الناس هي اللي بتخلق الغيره دي. احنا مفيش ما بيننا الغيره دي خالص، بالعكس احنا بنبقى بنسند بعض في الحلقه. ممكن يبقى جاي معايا ضيف مش قادر يتكلم. ازاي بتفصلوا ما بين حياتكم الشخصيه وما بين حياتكم العمليه داخل الاستوديو؟ لان انا وانا بتعامل في الاستوديو انا بتعامل كزميل، مش بتعامل كزوج وزوجه. ممكن يبقى الحوار مختلف ما بين الزوج والزوجه عن الزميل والزميله. لا، ازاي بتفصلوا ده؟ لازم نفصل طبعا، لان المشاهد هو قاعد مش عارف ان ده تبع دي او ده متجوز دي او كده. تمام. المشاهد قاعد شايف مذيع ومذيع بالظبط، فلازم ببقى فاصل تماما. بتعامل معاها في البدايه استاذه مروه. تمام. في البيت لا مروه. انا اقول لك مروه فحتى احنا بنهزر في البيت اقول لها يا استاذه مروه، يعني اللي هو ايه بتكمل بنفس الطريقه. طيب يمكن انت استضفت كتير جدا من نجوم في البرامج بتاع الخاصه بيكم، ومعناها صور طبعا ليهم يعني مشاركات كثيره جدا. فادتك ده في شغلك التاني ولا ضافت لك ايه؟ ولا بيخلق نوع من الغيره برضو بينك وبين المدام انه لا انا عايزه اعمل انا الانترفيو ده مع النجم ده عشان ده اشهر فهيتشاف اكتر؟ احنا بنساند بعض. في معنى ايه؟ ان انا مثلا جات لي حد بيوتي سنتر مثلا اتكلم على الميك اب والكلام ده، انا مش هينفع اطلع بيه، لازم هي تطلع بيه. كل واحد بيطلع في المجال بتاعه. تمام. مثلا جالي حد هيتكلم عن الكوره، لازم انا اللي اطلع بيه، هي مش هتفهم في الكوره. تمام. فهي يعني كل واحد بيطلع برضه في الجزء اللي هو فاهم فيه اكتر. تمام. لو في حاجه نقدر نشير فيها سوا بنطلع مع بعض. تمام. فادك على المستوى الشخصي في شغلك التاني، في شغلك التجاري او كده، او استفدت ايه من الخبرات دي؟ لان انت لما بتستضيف ضيوف احنا بنستفيد منهم احنا كمان كمقدمي برامج ومذيعين، لانه بيبقى فيه خبرات مختلفه انا بستفيدها. صح. او بتكتسبني او بتديني نوع من انواع الافكار الجديده. استفدت ايه منهم؟ بص، هو الناس اللي انا اتعاملت معاهم كشغل التجاري هم اما شافوني ان انا بقدم برامج كتير منهم هم دخلوا اصلا يكلموني احنا عايزين نطلع معاك، انا تمام. عندي محتوى، انا عندي شركه، انا عندي فكره جديده عايزه تتقدم، انا عندي موهبه بعرف اغني. فابتدى الموضوع ان الناس اللي انا كنت عارفها او معارفي ابتدوا ان هم يرجعوا يتعاملوا معايا تاني. فبالتالي انا ببقى قاعد في البرنامج مبسوط اصلا ان انا بقدم محتوى مع حد انا عارفه. تمام. غير واحد مثلا لسه ما اعرفوش او بتعرف عليه، لازم يعني يقول لك بريكنج ايس، لازم اكسر الجمود معاه. بيبقى داخل رهبه الكاميرا وداخل خايف وهتكلم في ايه ومش هتكلم في ايه، وبيبقى داخل فعلا متلجلج. وفعلا بيبقى احنا قاعدين لازم
اشد منه الكلام، يعني تمام. لا اسحب منه الكلام، ان انت لان هو تخليه يتكلم دي بيبقى داخل مهمه مش خايف. سهله طبعا. بالظبط. فانا طبعا الموضوع فادني ان انا هي كلها في الاول وفي الاخر الحياه علاقات. تمام. الحياه ما بتمشي بالعلاقات مم. السويه والسليمه. بتقدري تاخدي علاقاتك دي في اي مجال وتنجحي في المجال ده تمام. استاذ وتكوني محمود، مين فيه. اكتر شخص اثر فيك قابلته في حياتك؟ اختي الكبيره، هي ليه؟ دكتوره كبيره في جامعه، في احدى الجامعات. مم. يعني اتعلمت منها اللي هي بقى القيم والمبادئ وازاي التعامل في الحياه. وهي يعني انا حابب اشكرها طبعا في الحلقه. هي اسمها دكتوره شيرين الشاعر. مم. هي اكتر حد اثر فيا، ومن ثم اخويا الكبير برضه. اخويا الكبير هو كان اللي اصلا سحبك في التجاره بقى من طبعا الاول. طبعا يعني انا تمام. شفت معاه الدنيا بزاويه تانية. اكيد اكيد. يمكن كتير مننا بيندم احيانا على دراسته اللي ما استفادش بيها في الحياه، لكن لا الحياه بالعكس. مدرسه اساسا بتعلمنا اه اشياء كتيره طبعا. جدا. ومحدش يندم على اي دراسه خالص بيدرسها. اي علم تمام. انت بتقراه او درسته انت هتستفيد بيه في الواقع العملي. يعني اكيد. موضوع التجاره، انا دخلت كليه تجاره، انا ما كنتش مبسوط وانا داخلها، بس مم. بعد ما قريت الاقتصاد وفهمت حاجات معينه داخل الكليه. فادتك في شغلك. طبعا طبعا. اكيد اكيد. بالتوفيق ان شاء الله. مبسوطه انا جدا اني كنت مبسوط معاك، ومبسوطه ان انت مبسوط نموذج بحضرتك. مهم جدا لكتير جدا وعلى من فكره اسم الشباب. البرنامج عجبني جدا. هو يعني واقع حال لناس كتير جدا. يا رب تكون دراستك ومهنتك غيرت فيك حاجات كتير وغيرتك للأحسن، واحنا شايفين الحمد طبعا لله ان الحمد لله. في تقدم انا بشكل مبسوط والله يا كبير. دكتور ان انا كنت مع حضرتك النهارده، شكرا لحضرتك. وبشكرك يعني على الاستضافه الجميله ديت، واتمنى لك ان شاء الله يعني كل الخير والتقدم ان شاء الله. شكرا لحضرتك. أعزائي المشاهدين، مش مهم أبدا أنت رحت كلية إيه، المهم تلاقي نفسك فين، المهم أنجح فين. شوف موهبتك بداخلك ممكن توصلك لغاية فين. اوعى تخاف، اوعى تقف عند منطقة معينة وتقول هو ده رزقي خلاص أنا وقفت هنا. لا، جرب. محمود جرب وعافر ودخل أكتر من مجال وأكتر من مهنة وجمع بينهم كلهم عشان يلاقي نفسه ويلاقي النجاح اللي بيحلم بيه. دور جواك، أكيد هتوصل لنجاح. بشكركم جدا على وعد بلقاء جديد إن شاء الله وضيف جديد ومهنتي غيرتني. شكرا لكم وإلى اللقاء.